السلام عليكم متتبعين ديالي، كدرتو لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. فيديو جديد، واليوم جيت نشارك معكم واحد التحليه اللي فيها 3 طبقات، كتجي رائعه وبنينه، تحتاجوها للسحور ولا للفطور. ومرحبا بالمتتبعين جداد اللي عاد انضموا للقناه، ومرحبا بجميع المتتبعين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. عجبكم الفيديو ما تنسوش تخلي واحد الكومنتير زوين وواحد اللايك. شكرا بزاف، والهلا خدتكم عليا كاملين. دابا غادي نبداو ان شاء الله. عندي السيترو ديال الحليب، غادي نزيد واحد الفلان ديال الشوكولات. هذه الطبقه الاولى، وكنديروا الحليب بارد، راكم عارفين الفلان كي كنديروا له. وغادي نزيدوه، وغادي نديروا السكر على حسب الذوق. بغيتو حلو بزاف ولا غير شويه، المهم انا غندير شي 3 د المعالق. صافي غادي نخلطوه مزيان مزيان، وغادي نخليوه يغلى، ولكن خصنا نبقاو ديما كنحركوه باش ما يلصق ليناش الشوكولات من التحت. هاد بودره. صافي كنخليوه حتى كيغلى مزيان، ما كنحبسوش من التحريك حتى كنشوفوه غلا وداب فيه داك الشوكولات. كنكونوا وجدنا الكيسان ديالنا، وغادي نكبوه، وغادي نحاول نقد هاد القياس هذا في هاد الكيسان اللي عندي باش يجيونا متساويين. ملي نديرو هاد الطبقه هادي نخليوه شويه يبرد، ما ندخلوش سخون طايب في الثلاجه. عاد غنديرو في الثلاجه يبرد شويه على ما نصوبو الطبقه الثانيه. هاد التحليه راه كتجي غزاله، بغيتو ديروها للفطور ولا للسحور، المهم انا راه صوبتها للسحور ان شاء الله. صافي هنايا كنحاول نقدهم. وغنخليهم يبردوا، وغندوزو للطبقه الثانيه. عندي السيترو ديال التشين هنايا اللي عصرته، راه حلو، يعني ما غاديش نحتاج نزيد معاه بزاف ديال السكر، على حسب الذوق اللي بغيتو. هنايا عندي 2 معالق ديال النشا عامرين مزيان، ودرت 2 معالق ديال السكر. صافي غادي نخلطو مزيان مزيان، وعندي نديرو فوق العافيه، وما غاديش نحبس من التحريك، لان ضروري لان كيلتصق من الكاسرونه من التحت. غنبقاو نحركوه وحنا كنطربو. طريقه سهله، راه كيجي بنين، كيجي زوين بهاد 3 طبقات. التشين دابا راه موجود. هنايا التحليه ديالي من بعد ما بردات ديال الشكلاط تكون بارده باش ما تخلط ليكمش، كنزيدو الطبقه الثانيه اللي هي ديال التشين او البرتقال. صافي كيجي منظر زوين ومذاق رائع. كنقادوهم ونبقاو نخويو هكا شويه شويه حتى كيجيونا متساويين. دغيا تتوجد هاد التحليه. شوفوا المنظر ديالها كي كيجي رائع. وغادي نخليوها تبرد شويه وعاد نديروها في الثلاجه. من بعد غادي ندوزو نوجدو الطبقه الثالثه. هانتوما اللون ديالها كيجي زويون. في عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، وندير الفريز، واحد 4 الفريزات كبيرين جامدين. هنايا غادي نديرهم في الحليب وغادي نطحنهم. ملي يجيو ساهلين، منين تجيو طحنوهم وهما جامدين كيجيو ساهلين دغيا تيطحنوا. زدت 2 معالق ديال السكر، نتوما على حسب الذوق دائما السكر. هنايا عندي 2 معالق عامرين ديال النشا،
وغادي نطحن هذا الشيء كامل بالميكسور في دقه واحده باش ينسجموا لينا العناصر. هاد النشا هادي مع السكر مع الفريز، المهم كلهم غنطحنهم ومن بعد غادي نديرهم فوق النار مع التحريك من طبيعه الحال. صافي الطريقه راه سهله. طحنوه مزيان حتى ما كتشوفوا حتى طرف زعما صحيح، خصو يتطحن مزيان يتدعق وعاد نديروه فوق النار. هانتوما كيعطى اللوين ديال الفريز طبيعي. بغيتو ديروا داك الفلون ديال الفريز حتى هو راه كيجي زوين، لكن فضلت انا ندير هاد الفاكهه هادي حسن. دابا موجود الفريز، هنايا مازال عندي فيه شي قطع كنزيد نطحنو مزيان مزيان حتى ما كنشوفش كما قلت لكم داك الطريفات. حتى اللي بغى يخلي داك الطريفات راه كيجيو عاوتاني زوينين على حسب كل واحد. صافي هنايا غادي نخلط مزيان مزيان حتى كنشوفوا هذا الخليط بدا كيختار كما كتشوفوا راه دارته بعدا كيغلى. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. صافي هنايا غادي نزيدوا الطبقه الثالثه من بعد ما بردات لنا هاد الطبقه ديال البرتقال، بردات مزيان وشدت راسها، وغادي نزيد الطبقه الثالثه اللي هي الفريز والحليب. هانتوما كتجي خاطره كتجي زوينه، صدقوني جربوها وهاد التحليه راه كتشبع. وغادي نفرقوا هاد الحليب ديالنا او التحليه متساويه في الكيسان. دائما كنكبو هنا وهنا حتى كنقادو الكويسات ديالنا باش يجيونا بحال بحال. صافي من بعد عاوتاني غادي نخليوها تبرد. ايوا هذه هي التحليه ديالنا، نتمنى تعجبكم. هانتوما 3 طبقات كيجيو زوينين ما شاء الله. وغادي نحاولوا نزينهم بهكا الفريزات. غادي نجيب فريزه نقطعها على جوج وغادي نحطها هكا بهذا الديكور هذا كما كتشوفوا كيجي منظر رائع وكيفتح النفس. دابا كنوريكم 3 طبقات كيجاو زوينين. نتمنى تجربوه وما تنساوش بارطاجيو مع الاهل ديالكم والاصدقاء باش الفكره تعم الجميع. وكنشكركم بزاف بزاف وعواشركم مبروكه وبسلامه عليكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.